ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الممبار، هننضفه. طبعا انتوا عارفين كلكم ان الممبار البلدي يعني بيجي كده بشويه حاجات مش نضيفه معاه، بعيدا عن الحنه اللي في صوابعي دي، يعني عادي تلاشوها. الممبار البلدي يا جماعه بيجي مش متنضف. الجزار بقى بينضفولك، دي حاجه تانية، لكن البلدي مش متنضف. اللي بيبقى شفاف خالص كده ده بيبقى مستورد. تمام. كل اللي هنعوزوه هنا معانا هي حلة بس. دي اسهل طريقة انا جربتها والله، يعني انا واخداها كمان من الجزار اللي انا بتعامل دايما معاه، لاني بعاني من تنظيفه بصراحة وبيطلع معايا. يعني انا بحب الحاجة تبقى نضيفة جدا، درجة نظافتها طبعا 100%، ما بترضنيش حاجة اقل من كده. فزي ما انتوا شايفين احنا عندنا وحدة ممبار، دي حوالي ربع كيلو او اكتر شوية. هنجيبها كده كلها حتة واحدة، طبعا مش هنقطعها ولا نعمل فيها اي حاجة غير ان احنا نقلبها زي ما انتوا شايفين كده. هقلبها كلها مع بعض حتة واحدة. لو عصلجت، هو بصوا يا جماعة معلش الفيديو مقرف شوية، بس لازم ان احنا نشوف درجة الحاجات، درجة النظافة سوري بتاعة الاكل دي قدامنا، ما نشتريش حاجة طبعا من بره وكده ونقول يلا والسلام. لازم نكون منظفين الحاجة احنا كويس جدا. ويعني احنا كلنا اصلا من عشاق الممبار، فبنستحمل القرف اللي فيه ده، بحيث ان هو يبقى طعمه حلو في الاخر، فاهمين قصدي؟ فزي ما انتوا شايفين كده هقلبه كله حتة واحدة. لو عصلك طبعا معانا بنحط فيه مية في الحنفية على طول وبنرجع نكمل تاني. انا كده يعتبر خلاص خلصت تقليب، فاضل بس حتة اهي صغننة خالص، بس كده اهو زي ما انتوا شايفين. حطيت بقى فيه الحنفية على طول علشان يتقلب معايا بكل سهولة اهو. جبنا بقى الحلة بتاعتنا هبتدي ان انا احطه في الحلة، بس هي دي كل الامكانيات اللي معانا. هبتدي ان انا امسك طرفه واضغط، اضغط زي ما انتوا شايفين كده، بس ما اضغطش ضغط قوي ان هي تقطعه، لا انا ساندة بس. تمام. وبشد طبعا مرة واحدة. هتشوفوا بقى يا جماعة كمية البلاوي اللي نزلت منه رهيبة بصراحة، رهيبة. شايفين؟ يعني هو مش نضيف خالص، واسفة جدا على بشاعة المنظر، بس معلش برضو في ناس ما بتعرفش تنضفه وبتفضل تقطع وتكحت، وفي ناس بتعمله بجلدة الانبوبة معرفش ازاي. ففي حوارات كتير قوي في في تنظيف المنبار يعني. فده انا جبت لكم اسهل حاجة فيه. ببتدي ان انا اقلبه على الناحية التانية وبمسك طرفه واروح مكحته سندة بس، يعني ايديا الشمال دي بتسند بس واليمين هي اللي بتشد. تمام. هبتدي برضو ان انا اعيد مره واتنين وتلاته لحد ما يبقى نضيف جدا معايا، ما فيهوش اي زفاره ولا اي الكلام اللي انتوا شايفينه ده كله طبعا. اهو مره واتنين وتلاته وما بياخدش وقت. انا ما قصيتش الفيديو ولا عملت اي حاجه، يعني انا بالظبط 5 دقايق اهو. بعيد مره واتنين وتلاته لحد طبعا ما اوصل لدرجه نظافه اللي هي مش 100% نظافه اهو. زي ما قلت لكم برضه انا باكد ان انا بسند بس، انا مش بضغط جامد، انا بسند بس عشان ما يتقطعش معايا. طبعا اهو نضف الحمد لله عن مكان في الاول خالص، واكيد انتوا ملاحظين الفرق. هبتدي برضو ان انا هشد تاني وتاني وتاني لحد ما اخر شده هشدها مش هينزل فيها اي حاجه، فاهمين يعني؟ اهو هي نزل حاجات بسيطه قوي، فبالتالي ان هو لا لسه عايز تنظيف تاني. تمام. بس يا جماعه بصوا هو خلاص نزل حاجات بسيطه قوي. ابتدي ان انا اشطفه بقى كويس جدا طبعا وارجع اعيد تاني، فاهمين؟ هو يبان ان هو مرهق شويه، لكن لا سهل قوي في تنظيفه بجد. والناس اللي بتحب الحاجات المتوسخه وتشوف يعني النتيجه في الاخر، عارفين انتوا الفيديوهات دي، ف... فبتبقى مريحه قوي بالنسبه لي، ان انا بحب اصلا امسك الحاجات بتبقى متبهدله خالص وانضفها دي للاخر، اجيب درجه النظافه بتاعتها 100%. اهو زي ما انتوا شايفين بقى يعني ابيض وزي الفل، ما تميزيش ظهره من وشه. تمام. هنعملها طبعا يعني زياده تاكيد برضو واحده تانية اهو. ببتدي ان انا اشد ما شاء الله، لو ولا اتقطع معايا ولا حصل له اي حاجه وخلص على طول. الناس اللي بتقعد تكحت يا جماعه دي يعني انت بترهقي نفسك على الفاضي.
وما بيطلعش نضيف كده. هبتدي ان انا بقى شطفته طبعا، وجبت ملح خشن وقعدت ادعك فيه. لو عندكم ليمون حطوا، انا بصراحه ما كانش عندي ليمون. و وهي يعني سبته بقى ربع ساعه كده الملح ياكل فيه، وديت النتيجه النهائيه. شايفين ما شاء الله زي الفل، بمعنى الكلمه نضيف جدا. قلبته بقى وابتديت ان انا اقطعه حتت على قد ما احنا بنحب الطول بتاعه، فاهمين قصدي؟ احنا بنحبه وسط ولا كبير ولا صغير.